كلنا بنمر مواقف غريبة وقصص قد تكون حقيقية وقد تكون مجرد خيال أوهام عادي بتحصل كتير جدا. هل من الطبيعي بقى الحاجات دي بتحصل؟ طب وليه بتحصل؟ وهل ممكن الجن وبيختارنا دونا عن أي حد؟ أهلا بيكم في كلام خرافات مع نور عوض. حلقة النهاردة بعنوان زيارات من عالم الآخر. معايا 3 قصص. حلقتي تعتبر من القصص القصيرة. قبل ما أبدأ في الحلقة اعملوا سبسكرايب للقناة ويلا بينا نروح لأول قصة. اسمها ميري، بتقول أنا كنت عايشة أنا وأختي في بيت جدتي لحد ما في يوم صحينا كانت ميتة على الكنبة اللي في الصالة. بعد ما خلصنا مراسم الدفنة بعديها بأسبوع أختي ابتدت تسمع أصوات غريبة وتصوت وتقول جدتي قاعدة على الكنبة تحت. كنت فاكرة الموضوع من الأول من شدة الصدمة، يعني كان أختي كانت عليها قوي بجدتي، ومع الأيام هتعدي لحد ما أنا شفتها كانت هي نفسها، ملامحها الجميلة لكن عينيها ولون بشرتها هما اللي كانوا متغيرين شوية، يعني كانت تشبه للأموات. خفت. كائن اللي قاعد على الكنبة او الشبح اللي قاعد او عفريت جدتي، انا مش عارفه اقول ايه، بصلي وبيبسم لي ابتسامه بصراحه جميله. انا واقفه متسمره مكاني مش عارفه اعمل ايه لحد ما قررت احرق الكنبه. وفعلا من ساعتها ما شفناش اي حاجه ولا عفريت جدتي ولا اي حاجه. القصه التانية بتقول انا كنت ساكن في مكان قدام بحيره. قررنا ننزل الميه انا واصحابي الساعه 1 بالليل. اللي حصل بقى اللي شفنا مجموعه من الناس كانوا معاهم نعش ولابسين لبس اسود، جلاليب سودا، حتى كانوا مغطيين دماغهم. كلنا استغربنا، احنا شفنا المنظر ده اتصدمنا. مجموعة ناس ماسكة نعش او تابوت وعمالين يلفوا بيه لحد ما واحد صاحبي خدته الشجاعة وقال لهم انتوا مين؟ اختفوا. اللي حصل ان انا اغمى عليا. من ساعتها وانا بشوف كوابيس مش راضية تسيبني، مش عارف اعمل ايه. القصة التانية بتقول ان امي دايما كانت بتصحى مفزوعة من النوم. فضلت فترة كبيرة بتعاني من الكوابيس المرعبة. دايما لما كنت بسألها انت بتشوفي ايه او اي حاجة ما كانتش بترد، لحد ما في يوم قررنا نروح نتسوق ونعمل شوبينج كده خفيف ونغير جو. ورحنا المول وركبنا الاسانسير. لقيت امي واقفه متسمره مكانها وبتشاور على راجل، بتقول هو الراجل ده اللي بشوفه في الكوابيس. الراجل كان واقف زي التمثال، اقسم لك اللي هو كان واقف زي التمثال. وهي بتتكلم ملامح امي ابتدت تتغير، بقت مرعبه. نظرتها ليا خوفتني بشكل لا يصدق. حاولت احافظ على هدوئي وامي ابتدت تدخل في نوبه من الصراخ لحد ما هدتها، والناس طبعا اتلمت علينا. واحنا مروحين بقى ابتدت هي تحكي وتقول أنا من فترة كبيرة بشوف راجل بشرته لونها أزرق بيشبه التعابين كده في الملمس، بيحاول يقتلني. كل يوم كنت أشوف نفس الكابوس بس كان بيزيد مع التفاصيل يوم عن يوم، لحد ما شفت نفس الراجل ده كان واقف وراك تحديدا. خفت. متخافيش يوم كل حاجة هتكون كويسة. عرضتها الأول على دكتور نفساني، مش دكتور واحد، كذا دكتور، بس ما كانش فيه نتيجة. كانت أمي برضو بتعاني من الكوابيس، نفس الراجل كل يوم تصوت، لحد ما صحابي قالوا لي اعرضها على قسيس. وفعلا عرضتها على قس، ابتدت تتحسن شوية بسيط. ودي كانت حكايتي، وأقدر لكم إن أنا وصلت لنهاية كلام خرافات. وإلى اللقاء.